وانت بتضارب في البورصه معروف بتضارب يعني عايز ربح سريع. بمعنى ايه الربح السريع ده؟ بيتحقق ازاي؟ بيتحقق بانك انت تشتري في الشركه س لما سهمها يبقى نازل خالص خالص، اول ما يبدا يطلع فوق تبدا تشتري فيه، واول ما يطلع فوق خالص 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 يوصل للقمه بتاعته تبيع، او ممكن اول ما تلاقي نفسك حققت الربح اللي انت عايزه من السهم ده تبيع. بمعنى ان في ناس ممكن تبقى عارفه شركه معينه ودرسها بقى لها مده كبيره جدا، تدخل تشتري سهم عند اقل قيمه دي، اول ما يبدا يرد تبقى عارفه ان في خبر كويس هينزل عليها، ما هو اشتراه مثلا في اليوم ده وهيبيعه تاني ممكن يزيد 15 او 16%، ده ربح بيحققه في اليوم. انت بتعمل شهاده في البنك بتاخد الربح عليها في السنه كامله 19% في السنه الواحده. فتخيل بقى يعني عشان تيجي ذا بوينت انك انت ازاي فلوس بتزيد. بس اللي بيستخدم النوع ده من الاستثمار اللي هو المضاربه ده بيبقى معاه سيوله كبيره جدا جدا، وهو اللي بيغتني بسرعه بصراحه يعني. لان هو تخيل تبقى داخل ب 100,000 جنيه فلوسك تزيد 15% في لحظه او في اليوم اللي انت موجود فيه، او